كنت تعرف قبل كده ان الناصر محمد بن قلاوون يعتبر منو الجوزيه بتاع المماليك؟ اما الراجل ده حكم مصر 3 مرات، واول مره كان عنده حوالي 9 سنين بس. النهارده احنا في مسجد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون جوه القلعه. وسيبك بقى من ان هو مسجد عادي ومعمول مش عارف ايه، لا ده مسجد معمول من اعمده جايه من كل العصور. يعني عمود روماني موجود، عمود مصري قديم اللي بتسموه فرعوني موجود، عمود بيزنطي ما فيش مشكله. السلطان قرر يلم اي عمود مش مستخدم او حتى يخلعها من حاجات متهدمه ويحولها للمسجد. لذلك زي ما انت شايف قواعد الاعمده مش واحده وشكل الاعمده مش واحد. وطبعا القبه الخضراء اللي فوق المحراب دي في ناس بقى قالوا ان تصميمها مستوحى من الطراز الايراني نظرا لتاثر الناصر محمد بن قلاوون بيه. وفي راي تاني بقى انا معاه ان القبه دي مستوحاه من قبه المسجد النبوي، خاصه يعني ان المسجد ده داخليا مبني من طراز الحجر الابيض اللي هو لون فاتح ولون غامق زي ما مستخدم في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. انما المسجد ده تصميمه من جوه زي معظم المساجد في العصر المملوك، في رواق اكتر ما في رواق، التاني التالت الرابع، وعندنا عرايس السماء وصحن في النص. وطبعا برضو زي العصر ده ما كان فيه نجارين جامدين قوي، تلاقي دايما في ابداع بالخشب في المنبر. كميه الحفر دي ايه رايك فيها؟ كميه الحفر دي موجوده في وقت ما كانش فيه ليزر، ما كانش فيه حاجه ترسم على الخشب بالليزر وكلام من ده. يعني شايف الابداع؟ كنا جامدين قوي في العماره. انزل بقى اعمل فولو وشير، خليك دايما من المعماريين. ده احنا اسمنا المعماريين، فانت خليك من المعماريين اللي هو احنا. خليك معانا يعني. السلام عليكم.